نویسکار کرد فتح ثمار تجبو به هر کفته تشد بیجی کسی که وطن‌ها نیروی گل نیروی آمد و جیه کی دنی جیه کی که همین کس کارنده هنر خونه لرزه کتای ماشتوریه لیدی سازی اما bu despeki çarkı kirhatiye. Yani kesekten bir kumeli hafta ticaretin ciki hadi dibinin hayvancı berhemi hadi hem yani bu hazır bir şey var ya güçlü gerek dediğini gerek ciki dediğini gerek bu bugünler yok başlıyor Allah'ları bir daha kırılmıyor aslında. Neticesi biraz fazla. نویسکار کرد فتح ثمار و ما چند برهمه خواه لوی داره دانیه برهمه یک کلی تجیب بودن کرشکن حق برهمه کودنی گنجی و نه خانم دوی دکن هنر علاقه bu sinir ve aparat ve hizmete gelirme yıkı benzilmeli. ما مستعزور سپاس بوده هیویا سرکستنیج مرا حمیه سوسن إجازة نویسکار حفیظ عبدالرحمن چند برهم انت تبدأ دارید دشتاری چند برهم ما الجمل يكري حقوق انترناسيونال مستأسر جميل محمد اشتارناها اللي أدنارم مرهمي كوهان التجميل من تبرد سكارين يسمى النظيف في جمعية بأمور سهلة في شمكهي هنا كنت مشكلة اللي كثير من كسر المعلومات القرآنية بيع بما نمت على التشكيل على وزيارة الوطنية المدنية يمكن أن مشكلة جمع أوارق أن للجانب أقوار التشكيل وقارن أن تكمل ما تيجي بينها دريا فرق بين عالي كاريكتيريا أجل الحرارة الجنجاب الطبيعي كاريكتيريا لأبناء جوا إسكان تبغى كيف من أي حاجة مو مكين ويدي بيتين البقاء يعني كريكي شنا نظور الصعبي زور سپاسم جی گلوانه به هدیه و به هدیه پیشنگاه ها بسرکوه و پیشنگه هن به آوایی باشتر بین بریک و پیک کرن و جبو به آرمانج همیان بجیواره و او آلیکاری بکیمانی اف کیمانی آلیکاریش بو خلکن كل أرض هجة زيان ديتنا بالصعبي هلبت بمني تخشيه دا زور سباس
ما مستقبلت شكلی گفتن که بیش مرا نویسکار خورشید شوزی پیشی هم تخازن شمرات بیجی چه برهمی تبشتاری به پیشنگه بویه برهمی تا شمرات پیشکش أنا بس أن كان يقضي برهما متخازن ملت تبي ملت ما كل تسوياتنا الفاظن أم وأزبريدين جلك بين وقت بعض عن تاريخا عن تاريخ ولو تشتغل في الجبال استاذ خوش همین به هدیه دانه دستاد همسا کاری خواهی بودنه که بیشی بوده بشنه به کفته بشتاریاته مامستا محمود بادلی شمارات کاری بحثا بشتاری آفابتی چه برهمان بشتاری به بشنگه هدانه همجید به هدیه دانه زور سپاس بو بجداری آتشی بو به دفتیجی الشاعر والروائي إبراهيم اليوسف حدثنا عن مشاركتك في هذا المعرض ورسالتك للناس من خلال هذه المساهمة. قبل كل شيء طبعا شكرا لك، شكرا لحضوري، شكرا لمساهمتي كما كتاب زملاء اصدقاء الذين شاركوا، عدد الكتاب الذين شاركوا كتاب وكاتبات طبعا الذين شاركوا حوالي 60 كاتبه وكاتبا. طبعا من بين هؤلاء بعض الكتاب السوريين الذين شاركوا، ما ان اعلنا عن إقامة معرض كتب يذهب ريعه لأهلنا في عفرين ضحايا نكبة زلزال السادس من شباط الجاري، حتى استجاب تطوع عدد من الكتاب وأبدوا استعدادهم بأن يخصصوا بعضا من كتبهم لهذا المعرض، بحيث تذهب إذا ثمن هذا المعرض بكامل طبعا لأهلنا في الوطن. طبعا الرسالة خاصة في الأيام الأولى وجدنا أنه لم يكن هناك أحد يقف مع أهلنا في عفرين. الضحايا كلهم إنسانيا نحن نتعاطف معهم، كلهم يعني الزلزال الكارثة وحدت بين كل الناس، ولكن الكل كان لهم في عفرين كان لهم كان هناك لهم يعني خصوصية في هذا الزلزال، فهم تحت وضع احتلال تركي وناس مرتزقة يحكمون هؤلاء. لا توجد هناك آليات مثلا لرفع الأنقاض، لا يوجد لا حتى هذه اللحظة هناك مئات الأسر إن لم نقل آلاف الأسر بدون خيام، بدون طعام، رغم أن مؤسسة البرزاني الخيرية كما علمنا كانت من المؤسسات التي استطاعت أن تذهب وتوصل المساعدات الإغاثية إلى أهلنا. طبعا رسالتنا نحن ككتاب طبعا
طبعا نؤكد أننا نحن قريبون من أهلنا، قريبون في كل المحطات التي مررنا بها، لا سيما في السنوات العشر أو 12 عاما، خلال 12 عاما كنا قريبين من أهلنا وسنظل قريبا. الرسالة الأولى التي طبعا نحب أن نوصلها هي رسالة معنوية. أنا لا أعول كثيرا على المبلغ الذي سنجنيه من وراء هذا المعرض. طبعا الإقبال على الكتب دائما هو قليل، وكما تجد يعني اليوم الإقبال لا بأس به، وطبعا بعد ساعات سوف يكون الإقبال أكثر وأكثر، ولكن مهما كان المبلغ كبير هذا المبلغ لن يكفي، ولكنه عبارة عن رسالة، عبارة عن التفاتة من كتابنا يؤكد للعالم أنهم دائما قريبون من أهلهم ومن ذويهم. طبعا هناك بعض الناس الذين استبقوا وحاولوا أن يسخروا وأن يستهزئوا من مساعدة الكتاب، هؤلاء لهم شأن آخر، هؤلاء يقفون دائما ضد المبادرات الإيجابية ولا نعول عليهم، ومثلما يسخرون من هكذا مبادرات فإننا نتجاهلها. هناك سؤال قد يتطرق للذهن، هل هناك آلية بالنسبة لكم، آلية لإيصال هذه الأموال فيما بعد؟ هذا سؤال مهم أستاذ ريبة. طبعا هناك لجنة مشرف هذه اللجنة هو من أبناء عفرين، قريته أيضا تعرضت لكارثة، أهله خارج بيتهم، هو تطوع بجزء كبير من مكتبته أيضا للتبرع لأهلنا في عفرين، وهو سيشرف على جمع المبالغ التي تأتي وتصل إلى الأهل. طبعا كاتحاد كتاب، نحن في الاتحاد العام للكتاب زملاء لنا في اليوم الثاني أتصور من الكارثة استطاعوا أن يوصلوا مبلغا ولو بسيطا إلى بعض الأهالي في عفرين، وطبعا هناك وثائق بين زملائنا وهؤلاء يؤكد طبعا وصول هذا المبلغ، هو مبلغ بسيط ومن اشخاص محددين يعني تبرعوا بالاموال. طبعا باعتبار الاموال التي ستذهب يعني المبلغ لن يكون مبلغا كبيرا، فالامر سهل بايصال هذا المبلغ عن طرق خاصه طبعا لا نعلن عنها، ولكنها موثقه لدى زميلنا ولدى اللجنه المشرفه. الأستاذ إبراهيم اليوسف، نأمل لمعرضنا النجاح. شكرا لمشاركتك، شكرا لمساهمتك، شكرا لأنك أول من أعلنت بأنك تتبرع بكل كتبك، يعني الكتب التي أتيت بها أنت طبعا بصراحة لافتة، مشاركتك كانت لافتة، وأنا دونت يعني وقلت أعلنت بأنك أول من يعني أعلنت واستجبت لهذه المبادرة الكريمة. شكرا لك. بالنهاية أنا واحد منكم، ونأمل يدا بيد لتحقيق ما يلزم في هذه الظروف الصعبة في مساعدة أهلنا. ونظل نعم. تحية لأهلنا في عفرين، تحية لكل المشاركين، تحية لكل الذين سيأتون ويساهمون بإيصال مبالغ، يعني التبرع بمبالغ ولو بسيطة لإنجاح هذه المبالغ. نعم. الشاعرة سوسن ديكو، حدثينا عن مساهمتك فيما يتعلق بهذا المعرض. لديك كتابين على ما أعتقد، أرجو أن تحدثينا عن هذه مساهمتك. مسافة أمان وشكرا. نعم. وحبيت أشارك فيهم ويكون الرائع طبعا لمساندة أهالينا، هذا أقل شيء ممكن إنه نحن أبناء نساوي، إنه نكون إيد واحدة وقت الموضوع. تماما، نأمل الأفضل طبعا. طبعا نتمنى تكون الظروف أفضل من هيك. هذا شيء كثير كبير عن جد، شيء كثير كبير. جميل، نأمل إذا حضور الطرف الآخر الذي نستقطبه، وهو الطرف الذي نأمل منه المساعدة، ونأمل منه حين يضع يده على الكتاب يشعر ويدرك أنها هذه العملية هي من أجل الناس، من أجل المنكوبين، من أجل الأهل. دمت بخير وشكرا على مساهمتك.
Thank you.